سامعين القرمشة؟ ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا كده نعمل النهاردة حاجة خفيفة واقتصادية، سندوتشات سهلة كده للمدارس، للأمهات اللي مبتحبش الوصفات والافتكاسات، بس حاجة جامدة جدا وهتعجبكم قوي وعمايلها سهلة وتنفع كده كمان كسندوتشات للأطفال اللي مبتحبش لا الجبن ولا البطاطس المحمرة ومغلبينك كده في الأكل بتاع المدارس ولسه المدارس طويلة. بصوا بترمي كمية كبيرة وعمايلها سهلة جدا من غير أي افتكاسات ومن غير اي لحوم، وهنعملها بطريقة سهلة. هاتي كده بطاطس، الكمية دي بطاطستين كده متوسطين او صغيرين، ممكن انتي تعملي الكمية بقى اللي انتي عايزاها، كيلو 2 كيلو، يعني بتبقى حلوة جدا في الفريزر. هتسلقيها هتقطعيها زي ما انتي شايفة كده، زي ما بنقطعها صوابع عشان تحمر بالظبط، بس هنديها نص سلقة، يعني يا دوبك غلوة كده، نص سلقة، ما تتسلقش قوي، بس تحاولي تقطعيها كده عريضة شوية زي ما انتي شايفة كده في الفيديو. تمام. بعد ما هتسلقيها هتحطيها في التلاجة، ما تستخدميهاش على طول، وانتي بتصفيها من المية السخنة وتنزلي عليها مية ساقعة بالراحة علشان خاطر ما تتكسرش منك، وتسيبيها زي ما هي كده بمصفتها في التلاجة. تعالي بقى هنجهز الحاجة اللي هنعمل بيها الخليط بتاعها. يعني حطيت كده بتاع 4 معالق دقيق وشوية من الفيجيتار السايب، وكان عندي شوية من الفيجيتار الاكياس برضو، وحطيت شوية صغيرين من مرقة الدجاج. عندك بهارات فراخ ماشي، بس لو هي فيجيتار هيغني خالص عن الموضوع، يعني هو هيغنيكي عن الطعم. ورشة ملح خفيفة ورشة كده من الكركم. تمام. البهارات اللي بتحبيها حطيها، لو عندك فيجيتار بس هيديكي طعم حلو جدا. عندك بهارات فراخ ممكن تستخدميها، عندك بهارات مرق الدجاج ممكن تستخدميها، عندك كاري مثلا برضو بيدي طعم حلو، وممكن حاجة واحدة من اللي انا قلتها دي. تمام. وبحط كده المية وبقلب كل الخليط ده مع بعضه، وبحط فيه البطاطس بس تحطيها بالراحة ونزليها كده في الخليط بالراحة. الكمية بقى بتاعت الدقيق والمية ده على حسب الكمية اللي انتي عاملاها للبطاطس، يعني حطيت هنا حوالي 4 معالق دقيق مثلا على شوية مية لحد ما يبقى قوامها ولا خفيف ولا تقيل، يعني اخف من الكريب شوية، من الخليط بتاع الكريب. وبسيبها كده بقى في التلاجة شوية تاخد وتدي من الطعم، وممكن تبقي تدوقي الملح بتاعها مفيش مشكلة. تعالي بقى نجهز الكور. ده كده البقسماط الخشن، بيبقى عند العطار اسمه خلطة كنتاكي، بيبقى اصفر كده وخشن شوية، ب10 جنيه بتبقى كمية حلوة وهتكفي. بس لما تجيبيه اديله ضربة كده في الكبة او في الخلاط علشان خاطر ينعم شوية، لان هو بيبقى خشن اوي. وحطيت عليه كده معلقتين من الفيجيتار. عايزة اقول لكم انا بستخدم الفيجيتار السايب بتاع العطار، ومرقة الدجاج السايبة برضو بتاعة العطار. ولو اي حاجة انا استخدمتها في الفيديو تبع المقاطع يا جماعة دي بتبقى حاجة عندي من الاول وممكن تستغني عنها، وحاجة العطار برضو بتبقى حلوة ونضيفة وتجيبي من حد مضمون، وبتبقى موفرة كمان في الكمية بتاعتها. تعالوا كده بقى نحط البطاطس في الكفر. سهلة جدا، ممكن تاخديها بقى على السفرة او على ترابيزة في الصالة بقى الكمية اللي انت عاملاها كلها، وتقعدي تعمليهم وتحطيهم في اكياس او في اطباق فل وتحتفظي بيهم في الفريزر، تطلعيهم ساعة الاستخدام. لو انتي بتعمليها وعايزين تقلوا حبة على فكرة مفيش مشكلة، هي مش لازم خالص تتجمد، بس اهم حاجة اما تسوي الطاسة الاولى مثلا وهتسوي طاسة تانية لازم كده بالمصفى بتاعة الشاي تصفي من الزيت اي رواسب وقعت، لان الحاجات دي كده بتقع في الزيت وبتتحمر، فلو جيتي عملتي طاسة تانية هتلاقيها اتحرقت وحرقت الزيت معاكي، فدي يعني تركة مهمة. ماشي. ممكن تعمليها طبقة واحدة، ممكن ترجعي تحطيها في الخليط وتعمليها طبقتين، بس هي طبقة واحدة كفاية جدا. حلوة في الوصفة دي ان مفيهاش اي افتكاسات للناس اللي ما بتحبش تقعد تجرب، وسهلة قوي والاطفال كلهم بيحبوها. البطاطس المحمرة العادية في السندوتشات لما بتقعد وبتسقع ما بتبقاش قد كده، بس دي بتبقى حلوة جدا سواء في الفينو، في العيش الشامي، في العيش البلدي، بتبقى حلوة للمدارس وحلوة كده، يعني لو ايه في سهرة عشاء كده او حاجة طلعته عملته شوية سندوتشات، يعني بتنفع كده في البيت ومن غير اي لحوم، واقتصادية جدا. ودول يعني مكملوش بطاطستين كده وسط. ممكن تجيبي بقى انتي كيلو على بعضه 2 كيلو وتعمليهم مرة واحدة وتحطيهم كده في اكياس في الفريزر، بتبقى حاجة كده في البيت واقتصادية. وانتي بتقطعي البطاطس قطعيها كده بالطول علشان يبقى فيها طول كده، لما تيجي تعمليها مثلا في نص سندوتش فينو او حاجة يبقى على قد السندوتش، تبقي حاطة قطعة واحدة في النص الرغيف بتاع الفينو وما يبقاش يعني قطعتين، ده بيبقى افضل لو انتي اللي عندك اطفال. كده حمرناها ولونها بيبقى ذهبي كده وجميل، وما بتاخدش وقت خالص في التحمير والتسوية، لان هي اصلا مستوية من جوه وبيبقى طعمها حلو قوي.
لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش بقى اللايك عشان يرفع الفيديو، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية، وتمشي كده في القناة شوفي الأفكار اللي فاتت إن شاء الله تلاقي فيها حاجة مفيدة. متنسيش الشير لأي ماما عندها بقى أطفال في المدارس، إن شاء الله الفكرة تنفعها. أشوفكم في فيديو جديد وأفكار جديدة إن شاء الله.